يعطيكم العافية. اليوم رح نكفي بالدرس السابع من الجغرافيا للصف التاسع بعنوان المناخ في الوطن العربي. معكم الأستاذ علي مية. بداية نبدأ بصفات المناخ في الوطن العربي. أولا، ارتفاع درجات الحرارة وسيطرة الجفاف، لأن أغلب الوطن العربي يقع إذا نلاحظ بالصورة ضمن منطقتين الحارة وشبه الحارة، أي بين خط الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدي، فالشمس تكون عمودية أو شبه عمودية أكثر أيام السنة. ثانيا، قلة كمية الأمطار وعدم انتظامها، فالأمطار قليلة وتسقط في فصول محددة، غالبا شتاء في الشمال وصيفا في الجنوب. اتساع المدى الحراري في المناطق الداخلية، بمعنى الفرق الكبير بين درجات الحرارة في الصيف والشتاء. رابعا، انقسام السنة إلى فصلين واضحين هما الصيف والشتاء، أي اختلاف المناخ بين الصيف والشتاء، فالصيف حار جاف والشتاء بارد ماطر نسبيا، خاصة في الأجزاء الشمالية، ويغلب على الوطن العربي الطابع الصحراوي وقلة الأمطار. ننتقل إلى العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي. بداية، ضيق المسطحات المائية الذي تتخلله وتكتله وطبيعة مظاهر سطحه، مما يؤدي إلى اختلاف المناخ من منطقة لأخرى، فمثلا الجبال تكون أكثر برودة من السهول. الامتداد الكبير على درجات العرض، فهو يقع في المنطقتين الحارة والمعتدلة الحارة، أي المنطقة الدافئة، لذلك تختلف فيه درجات الحرارة والرطوبة. والتضاريس من حيث ارتفاعها وامتدادها، وذلك بزيادة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة مع الارتفاع. إذا لدينا ثلاث عوامل مؤثرة في مناخ الوطن العربي: اتساع المساحة وتنوع التضاريس، واتساعه في دوائر العرض والمسطحات المائية. ننتقل إلى نظام الأمطار في الوطن العربي. لدينا ثلاثة أنظمة. بداية، النظام المتوسطي، حيث تسقط فيه الأمطار شتاء بسبب الرياح الغربية الرطبة، ويشمل بلاد الشام والمغرب العربي. بينما النظام الثاني هو النظام المداري، حيث تهطل فيه الأمطار في فصل الصيف بسبب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، ويشمل جنوب السودان واليمن وعمان. بينما النظام الثالث الصحراوي هي مناطق نادرة المطر بسبب سيطرة الضغط المرتفع والرياح الجافة. ننتقل إلى الرياح في الوطن العربي. فالرياح في الوطن العربي لها ثلاثة أنواع. أولا، الرياح الدائمة، وتقسم إلى رياح تجارية ورياح غربية. فالرياح التجارية تهب من المناطق المدارية نحو خط الاستواء، بينما الغربية تهب من الغرب إلى الشرق وتكون رطبة وممطرة. أما الرياح الموسمية فهي تهب صيفا من المحيط الهندي نحو الجنوب العربي وتجلب أمطار غزيرة. أما الرياح المحلية فنأخذ صفاتها، فهي رياح قصيرة المدى محدودة المكان والزمان، تهب في الفصلين الانتقاليين الربيع والخريف، التي تظهر فيهما مؤثرات الصيف والشتاء، وهي رياح حارة وجافة تهب لمدة قصيرة وتكون متقطعة وقادمة من الصحراء ومحملة بالرمال، وتسمى بعدة مسميات في الوطن العربي. فتسمى بالسموم في بلاد الشام، والخماسين في مصر، والهبوب في السودان، والقبلي في ليبيا، والشراق في المغرب العربي. بينما الرياح الجنوبية الغربية في الوطن العربي فتهب على جنوب الوطن العربي من نصف الكرة الجنوبي باتجاه الشمال، وتكون محملة بالأمطار، لكونها في الأصل هي رياح تجارية جنوبية شرقية لنصف الكرة الجنوبي، ثم تمر فوق المسطحات المائية فتحمل الرطوبة، أي تجلب أمطارا غزيرة إلى جنوب الوطن العربي. وبعد اجتيازها خط الاستواء ينعكس اتجاهها بموجب قوة كوريلوس الناتجة عن حركة الأرض المحورية، إذا تنحرف نحو اليمين في النصف الشمالي. وشتاء تكون هذه الرياح جافة لأنها تهب من اليابسة. إذا توزيع درجات الحرارة في الوطن العربي، حيث ترتفع درجات الحرارة صيفا في معظم أجزاء الوطن العربي، ذكرنا السبب سابقا، بسبب تعامد الشمس عن المناطق الحارة بين خط الاستواء ومدار السرطان، وتنخفض شتاء في الأجزاء الشمالية بسبب ابتعاد الشمس وتأثير الرياح
الباردة.